مستمعي راديو دنجة زلال، مرحبا بكم في فقرتنا معلومات. معكم أحمد لأقدم لكم في هذه الحلقة معلومات طبية. سرطان الرئة قد يظل صامتا لمدة 20 عاما. كشف العلماء أن سرطان الرئة يمكن أن يظل صامتا لمدة أكثر من 20 عاما قبل أن يصبح مميتا، الأمر الذي يساعد على توضيح لماذا يصعب علاج هذا المرض الذي يؤدي بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم. وتكشف دراستان بشأن تطور سرطان الرئة كيف تنمو الخلايا السرطانية بهدوء بعد حدوث خلل جيني مسبب للمرض في البداية، وغالبا بسبب التدخين، ليطرأ عليها عدة تغيرات جديدة مما يجعل أجزاء مختلفة من نفس الورم متفردة جينيا. وعندما يتم اكتشاف المرض فإن الأورام تكون قد تطورت بأشكال متعددة، مما يجعل من الصعب بشكل كبير أن يكون لأي دواء مستهدف تأثير على المرض. ويعد سرطان الرئة القاتل الأكبر في العالم، إذ يؤدي بحياة ما يقدر بنحو أكثر من 4000 شخص يوميا وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ونحو 85% من المصابين بهذا المرض يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الذي تم التعامل معه في الدراستين. وللحصول على فهم أكثر تم استئصالها خلال الجراحة، وبحث الفريقان كيف يتطور الخلل الجيني بمرور الوقت، فوجد الفريقان فترة كمون طويلة جدا بين التغير الجيني والأعراض التي تظهر بعد حدوث خلل جديد يؤدي إلى نمو سريع للمرض. هذه كانت معلومة اليوم. أعزائي، انتظروني في الحلقة القادمة لأقدم لكم معلومة جديدة. بأمان الله. راديو دنجة زلال.